ويطرد حراسة العليمي ويتحدى السعودية بتعزيزات عسكرية لاقتحام سيئون. تفاصيل هامة وحصرية، فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفادت مصادر بمغادرة المئات من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مدينة عدن جنوبي اليمن، متوجهين إلى محافظة حضرموت تمهيدا لمهاجمة مدينة سيئون والسيطرة عليها. وذكرت أن قوات الانتقالي من أحزمة أمنية وألوية الدعم والإسناد وغيرها في عدن تحركت مئات الجنود بأسلحتهم الشخصية على متن باصات مدنية إلى المكلا، وذلك للتجمع في لواء بارشيد. المصادر أكدت أن معسكر لواء بارشيد سيتولى تسليح الجنود بأسلحة نوعية وصلت خلال الفترة الماضية على متن سفينة إماراتية إلى المكلا، وأن الهدف من عدم تحريك آليات من عدن كي لا يتم رصدها من السعودية، مشيرة إلى توجيه قائد ألوية العمالقة الموالية للإمارات عبد الرحمن المحرمي قيادة قواته بتجهيز 5 ألوية للمشاركة في الهجوم على سيئون والمنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الإصلاح. وقوبلت تحركات الانتقال برفع قوات المنطقة العسكرية الأولى الجاهزية القتالية والاستنفار استعدادا لخوض مواجهة مصيرية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا الخبر. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم بألف خير.